السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الوصفه اللي بنينه بزاف، راح تكون هديه مني لجميع عشاق الشوكولا. شوفوا راح تهبلوا عليها لانه راح تديكم العالم اخر من اللذاذه اذا جربتوها. بنتها بنا وخلاص. دا واش نقول لكم بلا ما نطول عليكم، نصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو في طريقه التحضير. اولا نحضروا غناش تزيين اللي فيه ندير 50 غرام جلوكوز مع 275 غرام كريمه سائله كريمه خفق، نحطهم فوق النار حتى يسخنوا مليح مليح، ماشي يغليو غير يسخنوا مليح. بعدها نروح نصبهم فوق 250 غرام شوكولا سوداء و75 غرام زبده، نخليهم شويه هكا حتى ندوب لي هذيك الشوكولا والزبده. بعدها نروح نميكسيهم بميكسور بلونجون مليح حتى نتحصل على غناش اللي يكون لامع وليس كيما راه واضح قدامكم، يولي القوام تاعو شباب. واذا هذيك الشوكولا ما دابت لكمش مليح عادي عاودوا ردوها فوق حمام مائي هي والشوكولا وكامل الخليط يعني، وبقاو تخلطوا بشويه حتى يذوب لكم كل شيء. ميكسيوه، غطوه بابي فيلم اون كونتاكت وخلوه فوق سطح العمل فقط، ما تدخلوش للثلاجه. حتى ولو كنتوا راح تخدموا به في اليوم الموالي عادي ما راح يصرى له والو. ننتقلوا لتحضير بسكوي الشوكولا لنفس الوصفه اللي شاركتها معكم في الفيديو تاع البسكوي رولي، راح نعاودها لكم على كل حال. عندي 5 بيضات كبار حجم كبير نفس الصفار على البياض، الا كان البيض تاعكم صغير ديروا 6 بيضات، خاطر راح نخدموا في البلاطو تاع 30 على 40 سنتيمتر. بعد ما فصلنا الصفار على البياض نخلو البياض مع كميه السكر نخلوهم على جهه، بعد راح نطلعوهم ونروحوا هذاك الصفار نضيفوا عليه كميه الزيت والحليب. الزيت اللي هو 40 غرام و60 غرام تاع الحليب، وعندي الفرينه 70 غرام والكاكاو 10 غرام. انا هذيك 10 غرام قسمتها على 2، النصف تاعها درتو كاكاو اسود والنصف الاخر كاكاو بني. درت هكا فقط باش نتحصل على بسكوي اللي يكون اللون تاعو غامق شويه. نتوما حبيتوا اللون تاعو عادي فاتح تقدروا ديروا غير كاكاو بني ما كاش مشكل. برك نصيحه، خدموا بمنتجات ذات جوده عاليه باش تحصلوا على نتيجه اللي مليحه ومذاق اللي يكون يعني شيء فاخر من الاخر. هذا باش نقول لكم. بعد ما خلطنا هذوك السوائل كامل مع النواشف، خلينا غير البيض نمزجو مليح ونروح نطلعوا هذاك البيض مع رشه ملح وكميه السكر على دفعات حتى نتشكل لا ميورين كيما راكم تشوفوا. كيما نقول لكم دائما باش يطلع لكم بياض البيض لازم الحاجه اللي يكون فيها تكون ناشفه تماما، ما يكونش طايح فيه كميه من الصفار. هذه هي. بداو نطلعوه مليح مليح. كي تشكل لا ميورين نروح نهز شويه من هذيك لا ميورين نضيفها فوق الخليط الاول، نخففوه يعني بها. كي تخفف لي حوالي نضيف ملعقتين ونبدا نخلط. كي تخفف لي نقلب كل شيء فوق بعضياته ونحط الخليط تاعي في البلاطو 30 على 40 سنتيمتر، نوزعه بشكل متساوي في البلاطو وندخله يطيب في فرن مسخن من قبل على 180 درجه، يكون شاعل غير من التحت. حسبوا له واحد 8 دقائق الى الفرن تاعكم سخون بزاف، الا ماشي سخون بزاف واحد 10 دقائق حتى 12 دقيقه. بعدها شعلوا عليه من الفوق قسمه يعني تنشف برك هذيك الطبقه الفوقانيه، لانه كما تعرفوا تاع الكاكاو ما يتحمرش. واحد 2 دقائق 3 برك وخرجوا البسكويت تاعكم. رشيته من الفوق بالمايزينا باش كي نقلبوا ما يلصقليش فوق ورق الطهي، فهمتوني؟ باش ما يعذبنيش. ومن بعد وقلبته. بعد ما قلبته نحيت له هذاك البابي اللي كان لتحت، غطيته وخليته على جنب بين ما نروح نوجد كريمه الحشو. بالنسبه لكريمه الحشو راح نحتاج فيها 100 غرام تاع بودره الشونتيي و100 غرام تاع الماء اللي ما يكونش بارد بزاف، يكون بدرجه حراره الغرفه، ماشي سخون يعني تاني، يكون مليح. فهمتوني؟ شغل مهوي، ماشي بارد بزاف قاسح وماشي سخون. هذه هي. رحت صفيتها انايا، خدمت بلا مارك تاع بلونش ناج بالعاني لانه هي اللي يجي فيها السكر حبيبات باين وتساعدني انه نصفيها، يعني نقص الكميه تاع السكر، يعني راني نحاول نقص لها الحلاوه قدر المستطاع. هذه هي باش الكريمه تاعي تجيني بنينه. ضفت هذاك الماء على بودره الشونتيي نمزج شويه ومن بعد نروح نطلعهم عادي. بعد ما طلع لي الشونتيي تاعي كيما راه واضح قدامكم، شوفوا بالعاني درت كميه الماء كيما كميه الشونتيي باش تجيني شويه خفيفه، ما تجينيش متماسكه هاد الشونتيي بالعاني، لانه ديجا راح نزيد مكونات واحده اخرين اللي راح تماسك بهم. هذه هي. من جهه اخرى نروح نوزن 200 غرام تاع اي جبن كريمي. انا هنا كنت خدمت بالماسكربون، ضربوه شويه وحده باش يولي ليس. بعدها نروح نضيفوه فوق هذاك الشونتيي اللي كنا طلعناها وثاني نضربوه مليح باش يمتزجوا. ونروح نجيب الشوكولا اللي كنت درتها الدوب. كي بديت نطلع الشونتيي يعني من الاول نديرها الدوب باش ما نجي نزيدها، يعني هاد الكريمه تاعنا تكون راحت لها هذيك السخانه القويه. تاكدوا انه هذيك الشوكولا ماشي سخونه بزاف. بعدها نروحوا نضيفوا شويه من الكريمه اللي كنا خلطناها فوق الشوكولا ونمزجوا بسرعه باش ما يصرالناش هذاك الشوك تاعميك وما تحبب لكمش باش تقعد ليس. بعدها قلبوا كل شيء فوق بعضياته ومزجوا مليح مليح، والكريمه تاعنا راهي واجده تجي بزاف بنينه. وكنت شاركتها معكم من قبل كريمه الجبن يعني المشهوره تاعي، برك كنت درت فيها انايا نصف الكميه كريمه ونصف الكميه تاع الماء كي كنا نطلعوا الشونتيي، وفي الحالتين راح تجيكم متماسكه وبزاف بنينه. هذه هي. انصحكم تجربوها، صدقوني بعد ما تجربوها راح تعجبكم بزاف بزاف. نرجعوا دركا البسكويت تاعنا اللي كنت قسمته الى 4 قطع، 3 جاوني متساويين، وكما تعرفوا البسكويت كمل شويه، الوغ الرابعه جاتني شوي اقل من هذوك 3 الاخرين.
انا هنا راح نخدم في السارسو تاع 30 على 10 سنتيمتر. تقدروا تخدموا في السارسو تاع 16 على 16 سنتيمتر مربع، راح تجيكم مليحه، راح يجيكم مثل الطبقات هايلين. انا هذيك الطبقه الرابعه اللي بقات لي واش درت لها، خدمت بها ميني سويسرول، ميني بسكويرولي، فهمتوني؟ يعني ما رميتهاش، درت فيها الحشو وحشيتها وخدمت ميني بسكويرولي وقطعته الى قطع صغار. نرجعوا للطرموش تاعنا. الشربات دائما ندير انا كيله تاع السكر مع 3 كيلات تاع الماء، نحطهم فوق النار غير يبدا يغلي، نطفي عليه ونضيف له لافاني كنت شربت به، ونروح نجيب الكريمه هذيك نوزعها بشكل متساوي. يعني حاولوا ديروا طبقتين فيهم نفس كميه الكريمه باش تجيكم الخدمه مفينيه ومليحه، وكرروا العمليه مع جميع الطبقات. حطوا بسكوي، شربوه مليح. وهذا البسكويت تقدروا ما تشربوهش، يعني كيما تحبوا. انا عن نفسي برك نبغى نحب الحاجه مشربه، نحبها تذوب في الفم. هذه هي. ساووا الكريمه مليح مليح ونغطوها باخر طبقه من البسكوي، نشربوها ونغطيها بابي فيلم، وندخل هاد الباتيسري تاعي المجمد يبات ليله كامله. لازم يبس يولي حجره باش يساعدكم في التقطيع. يعني تقدروا ما تيبسوش الا كنتم مزروبين تخدموا يعني به وهو طري، يعني غير تبردوه شويه، ولكن باش تجيكم الخدمه مفينيه وشابه من الاحسن تدخلوه المجمد يبات ليله كامله. انا هنا في اليوم الموالي بعد ما كان جمد لي كما راه واضح قدامكم او جامد حجره، نروح نحيلو هذاك بابي فيلم، نفوت عليه هوتات خفاف بالشاليمو في الجوانب باش نديمو ليه بسهوله. وبالنسبه للناس اللي يحبوا يعني يديروه لمناسباتهم تقدروا ديروها يعني كيكه، ماشي ديروا طرونش عادي، ديروا في المول تاع 16 على 16 سنتيمتر مربع كما قلت لكم انايا، ولا ديروه في سارسو ماشي مول، في سارسو مدور كيما تحبوا عادي، ما تقطعوهاش يعني ما ديروش لي طرونش، فهمتوني؟ هذه هي يعني الاختيار ليكم. انا بديت لكم الوصفه وانتم ابدعوا كيما تحبوا. انا كنت لقيت القشره بدات تطير لي، رحت كملت نحيتها باش ما تعذبنيش في الخدمه، باش الخدمه تجي مفينيه. خاطر لو كان نخليها يعني قاعده راح من بعد يجيني مشنشف، ما راحش يجيني مليح الكلاصاج، فهمتوني؟ نحيت هذيك الطبقه كامل ونروح نحي الاطراف اللي من ماشي كامل الاطراف في 4، انا راح نحي الطرفين فقط. الاول نروح نحسب 7 سنتيمتر في الطرونشه الوحده، وكل طرونش نقسمها على 2 بشكل مائل. يعني شوفوا قد ما نشرح لكم انايا كي تشوفوا قدامكم كيما راكم تفرجوا راح تفهموا افضل من الشرح تاعي، لانه ما راحش نعرف نوصل لكم الفكره. نقطعوا لي طرونش كيما قلت لكم، ومن بعد كل وحده نقطعها على 2 بالشكل اللي راه واضح قدامكم باش نتحصل على مثلثات اللي يجوا شابين بزاف. هنا بعد ما قطعتهم كامل انايا رحت دخلتهم للمجمد، رجعتهم باش يحافظوا على هذيك البلوده القابيه، لانه راح تساعدني ومن بعد كي نجي نقلاصيهم باش ينشفوا لي تمتم. ونكمل باقي المراحل. ونسيت نقول لكم انه بين كل تقطيعه وتقطيعه لازم تسخنوا الموس تاعكم وتمسحوه، يعني تنظفوه. يعني كنت قطعت المره الاولى رحت نظفته او تقطعت، يعني بين كل تقطيعه راك تشوفوني ندي الموس نروح نغسله ونعاود نسخنه ونعاود نقطع باش تحصلوا على قطع اللي شابين هكا. الا حبيتهم يجوكم مشنشفين ومغنشقين ما تغسلوش الموس تاعكم وما تسخنوهش. ونروحوا للكلاصاج الاقتصادي اللي دائما نشاركوا معكم. الكلاصاج الشهير عندي خدمته بهاد الشوكولا تاع مينا، ذوبتها فوق حمام مائي. كي تروح لها هذيك السخانه القويه بزاف رحت ضفت لها شوفوا الشوكولا سائله، ومن بعد نروح نضيف لها نصف ملعقه كبيره من هذيك الكريمه تاع الحشو اللي كنت حشيت بها اللي كانت بقات لي. كما تعرفوا الشوكولا حساسه، اي حاجه نضيفوها لها راح تفسد، ولكن ما تخافوش تبان لكم فسدت كما راه واضح قدامكم. بقاو تضيفوا في الحليب بشويه وتمزجوا، راح ترجع القوام تاعها هايل كما راه واضح قدامكم. بقاو تمزجوا حتى توصلوا هذاك القوام اللي يساعدكم في الكلاصاج، يعني ماشي تخلوها ثقيله. شتوني كيفاش هنا انايا راهي بانت لي شويه ثقيله، راح نروح نزيدها شويه الحليب، واخر حاجه نزيد لها شويه الزيت باش يعطي لي لمعه شابه. وانا كنت خيرت انه نخدم كلاصاج غورمون، يعني نزيد له مكسرات، تحبوا تضيفوهم تحبوا تخلوه كيما راه. انا كنت ضفت له كاوكاو اللي يكون محمص وقطعته غير ماشي قطعته عفوا هرمشته غير بالموس، يعني كسرته غير بالموس ماشي بالروبو، فهمتوني؟ باش ما يجينيش مرحي بزاف. حبيت هذوك القطع يبانوا هكا تاع الكاوكاو في الباتيسري تاعي، يجوا شابين يعطوا واحد المنظر شباب ويشهيو. ورحت كلاصيتهم بعد ما خرجتهم من المجمد. تحبوا تعاودوا تخلوهم يجمدوا بزاف دبر راسكم. شوفوا طريقه الكلاصاج، كاين اللي يحب يهز الحبه يغطسها كامل في الشوكولا، ولكن هذيك كي ديروها لازم يكون عندكم بزاف كميه شوكولا كبيره المحلات وكامل. سينو الا كنتي غير في الدار راح تجربي الوصفه ولا راح تخدميها طلبيه صغيره برك ماشي كبيره، ما تحتاجيش كميه كبيره تاع الشوكولا، يعني ما راحش تلقاي الشوكولا اللي راح تغطسيها فيها، فهمتيني؟ بداي ديري بالمغرف، يعني كلاصيهم بالمغرف كما راه واضح، كيما نكلاصيو الصابلي عادي، كلاصيو كامل الجوانب. بعدها عاودوا دخلوهم للمجمد يحكموا روحهم مليح مليح، وخرجوهم كملوا باقي التزيين. بالنسبه لهذاك الكاناش اللي كنا خدمناه في الاول اللي راح نزينوا به، انا قلت لكم خلوه في درجه حراره الغرفه. درك اذا كنتوا في الشتاء
نفهمكم كيفاش ديروا. هذه لادو اللي خدمت بها الرقم تاعها 380 يعني 380. اللي تحب تشريها كنت شريتها على المحل تاع كام اللي كاين في جوليفي في القبه. كما قلت لكم نرجعوا للكلاصاج هذاك، عفوا الكاناش. انا هنايا راني في فصل الصيف يعني السخانه. شوفوا كيفاش لقيتو طري، يعني شويه لقيتو متماسك على هكا. بقيت هاد الحركه نديرها بيدي، يعني نحرك في هذا الكاناش تاعي حتى نطرالي ولا طال تم يعني يطرى لكم، غير تحركوه شويه يطرى لكم كما راه واضح. اما اذا كنتو في الشتاء ولقيتوه يبس حجره، يعني يبس بزاف كانه كان في الثلاجه، عادي دخلوه الميكرووند واحد 20 ثانيه وخرجوه وخلطوه، يعني حتى يولي القوام تاعو بالشكل اللي يساعدكم في البوشاج كما راه واضح قدامكم، حتى يولي بهذا القوام. اللي ما عندهاش ميكرووند تروح ديروا فوق حمام مائي شويه برك، غير تحسوا دابوا الاطراف شويه هذوك، تعاود تنحيه من الحمام المائي تخليه شويه قسمه توزع الحراره هذيك فيه، وتخلطوا بيديها حتى يولي القوام تاعو يساعد على البوشاج. فهمتوني؟ هذه هي. واي معلومه ما قلتها لكم مش ولا كاش حاجه نسيتها قولوا لي في التعليقات فقط ونحاول نجاوب عليكم. وبالنسبه للمقادير راح نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. اللي ما تعرفش صندوق الوصف تعرفوا على العنوان تاع الفيديو راح يخرج لها صندوق الوصف، راح تلقاي شويه من الوصفه عرفتي على المزيد تخرج لك باقي الوصف. وهذه هي الوصفه، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. بغيت نقول لكم اذكروني بدعوه خير، ان شاء الله كل وحده دعات لي نقول لها ولك بالمثل وزياده. بارك الله فيكم والى اللقاء، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.